الدوري الانجليزي، البريمير ليج، الدوري الاغلى في العالم والامتع على الاطلاق. قول مهما تقول، الكل عارف مكانته وبيتابع كل لحظه فيه. وحاليا في صراع فريد من نوعه ما بين نادي ارسنال ونادي مانشستر سيتي على الفوز باللقب، وليه لا تحقيق 100 نقطه كمان. فهل يقدر حد فيهم؟ تعالوا نخمن ده عن طريق نتعرف عن افضل واعرق الانديه الانجليزيه اللي قدرت تحقق اكبر عدد نقاط في موسم واحد. في المركز التاسع ارسنال واليونايتد ب 90 نقطه. ارسنال قدر يحقق 90 نقطه للمره الاولى والاخيره في مسيرته، كانت موسم 2003 2004، وهو قولا واحدا افضل موسم في تاريخ النادي على الاطلاق، وده لسبب مقنع قوي. حققوا الدوري الذهبي الانجليزي. يعني ايه الذهبي؟ يعني ما خسروش ولا مباراه. تخيل الرقم المستحيل. ارسنال وقتها كان ذهبي حتى في الاسلوب، وكان امتع كره في العالم بقياده دينيس بيركام وتيري هنري. طب ازاي ما خسروش ولا مباراه لكنهم في المركز التاسع؟ هقول لك لانهم اتعادلوا 12 مباراه كاملين، واللي قدر برضه يجيب 90 نقطه هو كمان مانشستر يونايتد، وده في موسم 2008 2009، اخر مواسم كريستيانو رونالدو في حقبته الاولى مع اليونايتد. وقتها مانشستر كان بياكل الاخضر واليابس، وده ثالث دوري على التوالي يقدروا يفوزوا بيه. وفي ميزه مهمه قوي، انه الدوري رقم 18 مساويا للرقم التاريخي لليفربول. كانت بطوله قويه من اليونايتد، وكان فيها رقم مهم هيعجب عشاق الفانتزي. اليونايتد قعد 14 مباراه ورا بعض كلين شيت، ما بيدخلش فيه اهداف خالص في شباك الحارس الاسطوري فاندر سار. في المركز الثامن نادي تشيلسي واليونايتد ب 91 نقطه. تشيلسي قدرت تحقق العدد النقاطي ده في موسم 2005 2006، وده كان تاني موسم على التوالي مورينيو يحقق الدوري ويحط تشيلسي في مصاف الكبار. الموسم ده كان للتاريخ، كان اول فريق في البريمير ليج اللي يقدر يفوز على 19 خصم خلال نفس الموسم، وكان برضو هو الفريق الوحيد تاريخيا اللي يفوز باول 9 مباريات متتاليه في البريمير ليج. نفس العدد النقاطي ده 91 قدر يحققه مانشستر يونايتد ويحقق بيه كمان الدوري الانجليزي، وده كان في موسم 99 2000. الموسم ده كان غريب بشكل غير عادي. ليه؟ لان مانشستر كان جاي من اعلى انجاز في تاريخه، ثلاثيه دوري وكاس والتشامبيونز ليج كمان، فانك تيجي الموسم اللي بعده تحقق 91 نقطه ده رقم ابداعي كبير. لكن الغريب بقى ان دخل فيهم 45 هدف كاملين، وده كان اكبر رقم دخل في متصدر دوري على الاطلاق، عشان بعد كده تبتدي سلسله تعاقدات لتطوير الدفاع، منها اغلى صفقه مدافع في التاريخ وقتها ريو فيرديناند. في المركز السابع اليونايتد وليفربول ب 92 نقطه. اليونايتد حققوا 92 نقطه في موسم 93 94، لكن عشان نكون صريحين كان وقتها الدوري من 22 فريق مش 20 زي دلوقتي، لكن في نفس الوقت قدروا يقعدوا على القمه 262 يوم من اصل 268 يوم، يعني القمه لاهل القمه. نفس الرقم 92 ده حققه ليفربول موسم 2021 2022، والغرابه بقى انهم ما خدوش الدوري. تخيل تبقى في اعلى 10 فرق في التاريخ تحقق نقاط عاليه وتخسر الدوري عشان في حد تفوق عليك، الا وهو صاحب المركز السادس مانشستر سيتي ب 93 نقطه. السيتي كان في منافسه شرسه مع ليفربول طوال الموسم لحد ما خلاص اخر مباراه على ملعب السيتي وامام استون فيلا، لكن السيتي اقوى بكتير. لكن يتفاجئ الجميع ان استون فيلا مسجل هدفين، وخلاص ليفربول الناحيه الثانيه هيكسب مباراته، يعني السيتي لازم يفوز لا محاله ويسجل 3 اهداف. يوم جوارديولا عامل تغييرين للتاريخ بنزول جوندوجان وستيرلينج، وتتقلب النتيجه ل 3-2 بتحقيق رومونتادا ولقب تاريخي لا ينسى. فريق تاني برضو قدر يحقق 93 نقطة هو تشيلسي كونتي موسم 16-17. الفكرة وما فيها ان اللقب ده كان في منتهى الصعوبة. تشيلسي اصلا الموسم اللي قبله على طول كان العاشر في الدوري. متخيلين الدنيا كانت سيئة ازاي هناك؟ لكن يجي كونتي ومع شوية صفقات بسيطة ولعيبة ما تألقتش من بعده قدر يحقق الرقم التاريخي ده. في المركز الخامس تشيلسي برضو، لكن مع مورينيو 95 نقطة، وده حصل في موسم 2004 2005. ده كان اول موسم لخوزيه مورينيو في البريمير ليج. مين اقوى فريقين؟ مانشستر يونايتد وارسنال. في حد بينافسهم؟ ليفربول من قل لاخر. طيب سيبكم منهم كلهم، انا مورينيو العبقري اللي جبته مع بورتو دوري ابطال اوروبا من شويه. وفعلا مورينيو يعمل حمله تاريخيه ويفوز بالدوري ب 95 نقطه، ومش بس كده، ده دخل فيهم 15 هدف بس طوال موسم كامل. 15 هدف، وده الرقم الاقل تاريخيا. مورينيو وقتها دخل البريمير ليج من اوسع ابوابه، لان الرقم 95 ده
ده أصبح الأكثر رقما لحد ما تمت الإطاحة بيه في المستقبل. في المركز الرابع ليفربول ب 97 نقطة. بصراحة مفيش وصف الموضوع ده قد الصورة دي. دول أكتر فرق في تاريخ البريمير ليج كله حققوا أكبر عدد نقاط وما فازوش بالدوري. أول اتنين ليفربول، والاتنين في عهد يورجن كلوب. حقيقي مانشستر يونايتد مفروض تشكر إدارة مانشستر سيتي إنها بتاخد الدوري من ليفربول، إلا إنه كان زمانه دلوقتي متفوق على اليونايتد في الصراع التاريخي في البريمير ليج. في المركز الثالث مانشستر سيتي ب 98 نقطة. في موسم 2018-2019 ده يعتبر من أقوى المواسم اللي شفناها في حياتنا لكل الدوريات في منافسة بين فريقين. ليفربول كان راكب الدوري شهور وبعيد عن السيتي ب 10 نقاط وخلاص هيحقق الدوري المنتظر، لكن رومونتادا تحصل من السيتي ويفوزوا بآخر 14 مباراة في الدوري على التوالي خلته يحقق اللقب. وبرضه كان لازم يزود الادرينالين في اخر مباراة. دي عادة السيتي، كان كل اللي يكفيه فوز على برايتون واللي اتأخر الهدف الاول كتير والشك دخل قلوب الناس، وبعد كده دخل في شباك السيتي هدف كمان عشان يردوا باربع اهداف ويأمنوا اللقب التاريخي. السيتي في الموسم ده قدر يحقق رباعية محلية كأول واخر نادي انجليزي يعملها. في المركز الثاني ليفربول 99 نقطة. اخيرا الدنيا تضحك لكلوب في انجلترا، 3 مواسم فوق ال90 نقطة لكن يحقق دوري واحد فقط، لكنه كان اغلى دوري لانه بعد سنين طويلة قوي وغياب عن منصات التتويج. كانت سنة مستحقة وليفربول كان بيفترس اي حد قدامه بما فيهم السيتي نفسه. عاوز اقول لكم ان ليفربول قبل توقف الدوري ده بسبب الكورونا كان عامل فارق يصل الى 25 نقطة مع السيتي، لكن بعد الكورونا خسر نقاط كتير وخصوصا انه كان حسم الدوري خلاص. المركز الاول وحده السيتي موسم 17-18 ب 100 نقطة. الموسم ده جوارديولا حرفيا قفل العداد في انجلترا. مش انتوا بتقولوا عني بتاع فلوس وحفشل في انجلترا؟ طب اتفرجوا بقى، اول فريق في التاريخ يفوز ب 100 نقطة، اول فريق في التاريخ يكون الفارق بينه وبين التاني 19 نقطة كاملين، اول فريق في التاريخ يحقق 32 فوز خلال 38 مباراة، والوحيد اللي فاز ب 16 مباراة خارج الديار، والاعلى تهديفيا في تاريخ البريمير ليج الحديث من حيث الاهداف 106 هدف كاملين. كانت سنة مثيرة وعظيمة، وكالعادة السيتي لازم يخلي اخر مبارياته فيها سيناريو افلام رعب، يتأخر الهدف للاخر لحد ما جابرييل جيسوس يسجل هدف تأمين ال 100 نقطة في شباك ساوثهامبتون. انا كده خلصت. قولوا لي دلوقتي، هل شايفين ان السيتي او ارسنال السنة دي حد فيهم يقدر يتخطى ال 100 نقطة ويفوز كمان بالدوري؟ انا احمد معطي، سلام.